مشاهدينا الكرام، مساء الخير. نحييكم ونرحب بكم في هذه التغطية. من المفترض أن أكون معكم من خلال برنامج اتجاهات، وكنا نعيش هذه الأيام فرحة انتصار أكتوبر المجيدة، نعيش في قصص البطولة والفداء وما حدث وكيف تكاتف الشعب المصري بأجمعه في هذه الأيام المباركة. لكن الأحداث التي وقعت وتقع حتى هذه اللحظة أمام مبنى ماسبيرو استدعت أن كل الوضع يتغير. في تساؤل، وهذا التساؤل يعني بنطرحه لكل الشعب المصري: إيه اللي بيحصل لمصر؟ لمصلحة من ما يحدث في مصر؟ هل هان علينا الوطن إلى هذه الدرجة؟ يعني حتى الآن يمكن أكثر من 3 شهداء، 20 مصاب، وكلهم من جنود الجيش. وبأيدي من؟ ليس بأيدي الإسرائيليين أو بأيدي عدو، ولكن بأيدي فئة من أبناء الوطن. هذا الجيش الذي يضرب الآن، هذا الجيش الذي يحدث له الآن، هو الذي وقف إلى جوار الثورة. هذا الجيش هو الذي حمى الثورة ورفض أن تطلق رصاصة واحدة على أي من أبناء الشعب المصري. لنجد اليوم أن هناك من يطلق الرصاص على أبناء الجيش. أي فئة في المجتمع المصري مهما كانت مطالبها، سواء شرعية قانونية، بناء مبنى أو عدم بنائه، هل هذا يستحق أن نحرق وطن بأكمله؟ وأدعو الآن عبر شاشة التلفزيون المصري: أين حكماء الوطن؟ لماذا لا يظهر الآن حكماء الوطن ومن يتحدثون طوال الأيام الماضية عن الوطن وعن تماسك الشعب المصري وعن المرور من المرحلة الانتقالية وعن أن نعبر هذه الأزمة؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن لنسمع صوت العقل، لنسمع صوت التروي؟ هل أصبح كل واحد منا كان يؤيد الثورة وفجأة يجد أن هناك مصلحة خاصة أو مصلحة ما لا تأتي على هواه ينقض على هذا الوطن كله؟ اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في بلدكم. لقد تحملنا الكثير والكثير، ويجب أن نتحمل الآن ونضحي من أجل مصر. 3 من جنود الجيش وأصيب 30 آخرون جراء إطلاق المتظاهرين الأقباط المحتشدين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون النار عليهم. أكد شهود عيان أن مئات المتظاهرين الأقباط الذين قطعوا طريق الكورنيش يقومون برشق جنود الجيش المكلفين بتأمين مبنى ماسبيرو بالحجارة والزجاجات الحارقة. تحاول قوات الأمن ورجال القوات المسلحة السيطرة على الموقف وتفريق المتظاهرين، وقد قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني بالحواجز الحديدية أمام مبنى ماسبيرو وإغلاق جميع أبواب المبنى لضمان عدم اقتحامه من قبل المتظاهرين. وأعتقد أن الصورة أمامكم الآن. اتقوا الله في مصر. اتقي الله انت. دي تتقي الله، دي تتحاسب، دي بتحرض الناس على بعض. ان ما كانتش تتحاسب يبقى احنا عايشين في غابه. لا يمكن الكلام ده يمشي كده بالطريقه دي. ده تحريض علنا. عم ياسر موجود اهو.